الطبق ده مشهور جدا في المطاعم، فهنعمله مع بعض بأسهل وأسرع طريقة وبنفس الكواليتي بالظبط، وده التشيكن كولورادو. في طاسة أو حلة هنحط زبدة وزيت وننزل بالمشروم ونتبله بملح وفلفل وزعتر، ولما يدبل شوية هنحط معلقة صغيرة توم ونشوحهم سوا وبعد كده نشيله، ومكانه هنحط سمنة وزبدة وننزل عليهم بدقيق ونقلبهم مع بعض، ونزود كوباية مرقة فراخ وبعدين ننزل اللبن بالتدريج مع التقليب. ولما الصوص يتقل شوية هنتبل بملح وفلفل وزعتر، واخر حاجة هنضيف كريمة، وكده الصوص جاهز اللي هنستخدمه للباستا وللفراخ. وبالنسبة للفراخ انا استخدمت الاسكالوب من سو جود، بالنسبة لي البراند ده اكتشاف. التتبيلة بتاعتهم حلوة قوي، والفراخ فعلا من جوه نظيفة ولا سمك مش رفيع خالص، ودي اكتر حاجة عجبتني. هتقلوها بس ونضيف عليها سموكد بيف وعليها الصوص وشوية موتزاريلا، وندخلها الفرن تحت الشواية عشان الجبنة تسيح. وفي باقي الصوص هننزل المشروم وبعدين الباستا ونقلبهم مع بعض شوية، وبس كده الاكلة بقت جاهزة. جربوها بجد هتعجبكم، وتقدروا تطلبوا كل منتجات سو جود من البيج بتاعتهم، هتلاقيني عامل لهم منشن او من الويب سايت. وهتلاقوا عندهم منتجات كتير زي كبده بالرده وبرجر بالجبنه وستريبس وجمبري مقلي وبروست، فجربوهم وقولوا رايكم.